بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة الطلبة الثالث ثانوي. هنكمل مع بعض Great Expectations Chapter 2 Part 2. آخر حاجة كنا وصلنا لها في Part 1 إن Uncle Pumblechook offered Mrs. Joe to let إن عرض عليها إنه تولت إنها تسمح لبيب to play إنه بيلعب at Mrs. Havisham's house في منزل Miss Havisham for money من أجل الفلوس، وهي طبعا هتوافق أول ما عرفت إنه عشان الفلوس فهي توافق. ناخد مع بعض الكي ووردز، الكلمات الأساسية في الشابتر نمبر 2 بارت 2، واللي بتكلم أساسا على ميس هافيشام اند ستيلا. الاثنين دولت هيظهروا جدا في الشابتر ده، بجانب إن هم أشخاص مهمين جدا في القصة من دلوقتي لفيما بعد. A common working boy, a jewel, watch, clock, fiancé, bride, veil, wedding, a gate, candles, ashamed of, tears, bread in white, faded, exactly, the strangest, adoption, rude, mice. بعد كده الفيربس انت تقراها سهل، ما فيهاش حاجه برضو. A new character، الشخصيه الجديده بقى النهارده عند اللي هي ستيلا. مين ستيلا ديت؟ A girl is near the same age of Pep، نفس العمر تقريبا بتاع بيب. Who was adopted by Miss Havisham، البنت ديت was adopted يعني تبنتها ميس هافيشام. She lived in Miss Havisham's house، وكانت عايشة على طول في منزل ميس هافيشام. She was so pretty but rude، هي كانت جميلة جدا لكن رود، كانت إنسانة وقحة. تاني حاجة هناخدها اللي هي a new place، المكان الجديد يا ترى ايه هو ده؟ ميس هافيشام's house، نتكلم عنه كده بالتفصيل شوية. الهاوس دوت كان a big but gloomy house. تاني a big كان كبير جدا، ولكن gloomy house منزل كئيب. Candles were always lighted، candles الشموع were always lighted، ممكن أقول lighted أو lit، كانت دايما متولعة فيه للنهار. ترى السبب يعني because curtains، عشان الستاير were always dropped، دايما الستاير كانت نازلة، ما كانتش عمرها اترفعت عشان تدخل ضوء الشمس، فدايما الستاير نازلة، علشان كده الكاندلز were always lighted. The house's clocks، ساعة الحائط were stopped، توقفت at 8:40، 9 إلا تلت أو 48 دقيقة. exactly as her watch، زي ساعتها بالظبط، الساعة عندها وقفت عند 9 إلا تلت، وجميع الكلوكس ساعات الحائط كلها واقفة عند الزمن دوت. زي ما تقول كده الزمن نفسه بالنسبة لميس هافيشام توقف عند المدة ديت. The house had mice، الهاوس دوت كان فيه فيران، مايس جمع ماوس، spiders and dirt القذارة everywhere في كل مكان. There was a wedding cake، كان كمان في wedding cake. تخيل ان الويدنج كيك الكيكة او التورتاية بتاعت حفلة الزفاف بتاعتها منذ ما كانت صغيرة في السن untouched، محدش لمسها خالص، وموجودة زي ما هي on a dirty table، على ترابيزة قذرة. نقراها كده مع بعض. There was a wedding cake on a dirt table since her wedding party، منذ حفلة الزفاف بتاعتها. untouched يعني غير ملموسة. نستخلص من كده ايه؟ both كل من مس هافيشام and her house وبيتها were dull، كانوا هي والمنزل dull كئيب and joyless وبلا فرحة. هناخد بعد كده the main incidents، الأحداث الرئيسية زي ما بنقسمها دايما a preamble أول حاجة، وبعدين climax. البريامبل اللي هي تمهيد الأحداث التمهيدية، وهنقسمها على points نقاط. نمبر 1 at Miss Havisham's gate، عند البوابة. طبعا زي ما اتفقنا ان انكل بامبلتشوك هياخد بيب وهيروحوا مع بعض البيت بتاع ميس هافيشام. هما الاتنين وقفوا عند الجيت عند البوابة. انكل بامبلتشوك with بيب were allowed، سمح لهم to enter ان هم يخشوا by a pretty girl، اللي فتح لهم الباب a pretty girl، بنت جميلة اللي احنا اتفقنا عليها بعد كده ستيلا دورها خطير جدا في القصة. حصل دايلوج. ستيلا أول ما شافت بيب فبصت له بصة كده يعني فيها استحقار. قالت له بتقول لي بامبلتشوك كده this is بيب، هو ده بيب. is it come in بيب، come in تعالى، come along boy، تعالى يا ولد امشي قدامي. طبعا تعالى يا ديت احرجت بيب جدا يعني. بيب ان هو he didn't like the word boy،
بيب ما حبش كلمة بوي. النقطة التانية بيب was allowed to enter. to enter مس هافيشام's room. ان هو بيب سمح له انه يخش الأوضة بتاعت مس هافيشام. طبعا هي old woman، امرأة عجوزة، حتى عينيها ما بقتش تشوف زي زمان يعني. مس هافيشام فبتشوف كده كويس وتقرب كده من بيب، فبتقول له هو از ات، مين انت؟ بيب قال لها اتس بيب، انه بيب، انه انا. اي ام هير تو بلاي، انت اللي بعتي لي هنا عشان العب في البيت بتاعك. قالت له لوك ات مي، بص عليا كده. طبعا هو كان خايف منها عشان هي عجوزه شويه وتصرفاتها غريبه ومشيتها غريبه، لدرجه ان هو بيقول she walks like a witch، هي بتمشي كانها ساحره. Are you afraid of a woman؟ هل انت خائف من woman، امرأة who has not seen the sun، ما شافتش الشمس since you born، ما شافتش الشمس منذ ميلادك؟ طبعا بيب طبعا مش هيحرجها، فقال لها نو. لكن بيب was lying، بيب كان بيكذب، هو كان خايف منها فعلا يعني. مس هافيشام حست بكده فقالت له do you know what I touch here؟ هل تعلم يا بيب what I touch here، اللي انا بلمسه هنا، وشاورت على قلبها. بيب فبقول لها your heart، هو قلبك؟ بيسألها هو قلبك فعلا ان انا يعني كلامي صح؟ قالت له ايه yes it's broken، it's broken، انه مكسور، انه محطم. وبعدين قالت له كول استيلا، نادي على استيلا. استيلا جت. فالنقطة الثالثة مس هافيشام هيلد اجيول. مس هافيشام هيلد يعني رفعت ومسكت كده اجيول، وعلقت اجيول جوهرة صغيرة in Stella's hair عشان تزيدها جمال في شعر استيلا. بعد كده حصل دايلوج دوت ما بين مس هافيشام عند استيلا، فبتقول لها ايه yours، الجول ديت yours بتاعتك one day، بس يوما ما مش دلوقتي، and you will use it well، وهتليق عليك قوي. let me see you play cards with that boy، خلينا نشوفك كده وانت بتلعبي كوتشينه مع الولد دوت. ستيلا بصت على الولد بيب كده ومستغربة قوي with this boy، فبتقول له with مع هذا الولد. why he is nothing، هو لا شيء، الولد ده لا شيء. but a common working boy، a common working boy، ولد شغال او عامل. common يعني شعبي، يعني ولد بيئة من الاخر يعني. طبعا بيب سمع الكلام دوت ما بين مس هافيشام وستيلا، الديالوج دهوت. when hearing the dialogue، النقطة الرابعة when hearing the dialogue، بسماع هذا الديالوج بيب then felt embarrassed، شعر ان هو embarrassed يعني خجول جدا، خجلان، فيها شعور من الخجل. of his family، شعر بالخجل من العيلة. بص بقى دي أول حاجة خدها بيب في البيت. of his family clothes، حتى الملابس بتاعته، appearance الشكل العام بتاعه، and all his life وكره حياته. دي كانت البريامبل. تمهيدا بقى للأحداث الكلايمكس عندنا، ذروة الأحداث. نمبر 1 ميس هافيشام watched both playing the cards، قعدت تبص الاتنين وهما بيلعبوا كوتشينة. then she whispered to Estella، كلمة whispered يعني همست في ودانها. عملت ديالوج بقى هي واستيلا. فميس هافيشام بتقول لها ايه على الديالوج دوت well you can break his heart، طلبت منها انها تحطم قلب بيب. you can break، انت ممكن تحطمي his heart. فاستيلا مستهيفة جدا بيب، فبتقول لها what coarse hands he has، يا لها من ايادي خشنة ومش نظيفة ايادي هذا الولد. بوينت نمبر 2 ميس هافيشام اسكت بيب، طلبت من بيب to come back، انه يرجع مرة تانية after week، بعد اسبوع. and asked ستيلا، وطلبت من ستيلا to give him some bread and meat، وتجيب له شوية عيش كده ولحمة. حصل ايه من ستيلا بقى؟ شوف منتهى الرودنس، منتهى الوقاحة. ستيلا put the food، حطت الفود الطعام دوت on the ground، على الارض، as if بيب were a dog، كما لو ان بيب ده كان كلب. راحت رمياله الاكل على الارض عند البوابه. ذات ميد بيب بيرست انتو تيرز، والشكل الاكل هو مرمي كده وبتقول له خده دوت. ميد بيب جعل بيب بيرست، كلمه بيرست معناها ينفجر، انتو تيرز ينفجر في الدموع، يعني عيط جامد جدا. ستيلا فيلت هابي، ستيلا لما شافت كده وسمعت ان هو بيعيط فيلت، شعرت هابي، شعرت بالسعاده. when she saw those tears، عندما شافت هذه الدموع بتاعت بيب. بيب لما شافها كده فرحانة فيه
ومبسوطة قوي وابتسامتها بقت عريضة. بيب stopped crying، توقف عن البكاء. by his inner power، جات له قوة داخلية كده من بيب، توقف عن البكاء. when he saw that sly smile by Stella، لما شاف sly، كلمة sly هي معناها cunning يعني خبيثة، هذه الابتسامة الخبيثة by Stella. حصل هنا ديالوج ما بين ستيلا وبيب، فهي فرحانة فيه جدا. لما توقف عن البكاء فستيلا بتقول له why don't you cry، انت ليه مش بتعيط بقى زي الأول؟ أنا كنت شايفاك بتعيط دلوقتي. بيبقى لا because I don't want to، because I don't want to، أنا مش عاوز أعيط. ستيلا قالت له but you are almost crying now، لكن انت كنت تقريبا كده بتعيط من شوية. النقطة رقم 6. then Stella left، وبعدين ستيلا لفت ضحكت and pushed بيب، شوف بقى الوقاحة جدا جدا، and pushed راحت زقة بيب out of the gate، بره البوابة بتاعت البيت like a dog، زي ما يكون كلب، راحت زقة ودفعها بره البيت كله. that rude behavior، هذا التصرف أو السلوك الوقح made بيب cry again، وقف عند بقى الجيت of the house from outside، من بره كده هوت، and felt as an inferior، شعر ان هو inferior. كلمة inferior معناها شخص وضيع، شخص تافه، يعني ما عندوش اي مرتبة اجتماعية. inferior الاجانب بيستخدموا كلمة inferior دي لما شخص ملوش اي اهمية اجتماعية. Number 8. he thought of not telling that to his sister. بيب قرر انه ما يقولش الكلام دوت لانه عارف اخته كانت طمعانه في فلوس من مس هافيشام، قرر انه ما يقولهاش يعني. he lied to her، وفعلا كذب عليها and made up stories، وألف قصص عشان ما يقولهاش الحقيقة يعني. طب هل هو يكذب على مستر جو صديقه؟ no but he had told Mr. Joe the truth، قال مستر جو the truth، الحقيقة about what had happened، لكن على اللي حصل، and about Stella too، عن ستيلا. طب نصحه بإيه بقى مستر جو advised him not to lie once again، قال له ايه advised him not to lie once again، انه ما يكذبش مرة تانية. في كومنتس اللي هو حصل نعلق عليه كده شوية بسرعة. so this is Bib، هو بقى ده بيب. come in يعني come in، خش جوه. come along boy، تعالى يا ولد جوه. ستيلا الكلام ده قالته for بيب for the first meeting، الأول اجتماع ما بينهم أو اللقاء. بيبس ميسي appearance، المظهر الميسي الغير مظبوط، الميسي المتبهدل made her insult him، جعل المظهر ده بتاع بيب جعلتها insult، انها تهين بيب. Number 2. Are you afraid of a woman who has not seen the sun since you were born؟ انت خايف من امرأة بلا عمر ما شافتش الشمس؟ الكلام ده قالته مس هافيشام تو بيب when he was afraid of her، كان خايف منها او her appearance، المظهر بتاعها. Number 3. Do you know what I touch here؟ هل انت تعلم ايه اللي انا بلمسه هنا؟ Yes it's broken، ايوه قلبي هو مكسور. الكلام ده مس هافيشام confessed، ودي حاجة غريبة جدا. confessed اعترفت being broken of her heart، اعترفت ان هي مكسورة بقلبها يعني. she looked at him، وبصت بعد ما قالت له كده راحت بص البيب بابتسامة strange غريبة قوي. of course his smile hides a lot، طبعا احنا عارفين الابتسامة بتاعت مس هافيشام ديت كان وراها ايه؟ حاجات كتير قوي وحاجات cunning، حاجات خبيثة جدا. with this boy، في بقى رقم 4 هنا. with this boy، مع هذا الولد. why he is nothing but a common working boy، ده ولد واد شعبي، واد بيئة، ألعب معاه ازاي؟ الكلام ده. ستيلا thought that Pip was an inferior to her، حست ان هو ولد ذو مرتبة أقل منها في المجتمع. Number 5. well you can break his heart، نعم أنا عاوزك تكسري قلبه. الكلام دوت قالته مس طبعا هافيشام. نقف بس نعمل كده هوت في حاجة اسمها an inner conflict of مس هافيشام. inner conflict يعني الصراع الداخلي بتاع مس هافيشام. مس هافيشام لو تاخد بالك ليه بتعمل كده؟ يعني ليه الهير هارت اولا ليه هو broken؟ ليه محطم؟
وليه الكلوكس اند هير واتش كلها توقفت ات 8:40 48 دقيقة؟ هو ايه اللي حصل مع ميس هافشام زمان؟ والكلام ده له اثر على بيب واثر على ناس كتير واثر على ستيلا نفسها فيما بعد. يعني نقرا كده مع بعض الكلام بتاع ميس هافشام. ميس هافشام wanted ستيلا to break Pip's heart. ميس هافشام أرادت من ستيلا تو بريك، إنها تحطم بيبس هارت، قلب بيب. ليه بقى؟ السبب تو ريفنج، عشان تنتقم مهم. طب هل بيب نفسه عمل لها حاجة؟ نو. لكن هي عاوزة تنتقم من بيب and all other men، وكل الرجال الآخرين. exactly، تماما مثل exactly as happened to her، زي ما حصل لها. هو ايه اللي حصل؟ her fiancé خطيبها didn't attend، لم يحضر their wedding party، حفلة الزفاف when she was a young lady، عندما كانت young lady، يعني السيدة جميلة وصغيرة في السن. and took her money، ده مش كده بس، ده يعني وخد فلوسها and ran away، وهرب. that day was supposed to be the happiest day، المفروض اليوم بتاع wedding day دوت، حفلة الزفاف، كان مفترض supposed to be the happiest day، يعني أسعد يوم في her life. but it turned to be، لكن اليوم ده اتقلب عليها to be، أن يكون the worst day of her life، أسوأ يوم في حياتها. since then، منذ ذلك الحين she became psychologically ill، أصبحت سيكولوجيا يعني نفسيا ill، مريضة. and revenge، مش كده بس، revenge اللي هو الثأر، الطار filled her broken heart، الطار ملأ قلبها المحطم، مش كده بس and her life، وحياتها كمان. for this reason، لهذا السبب she adopted Stella، هي تبنت the beautiful Stella الجميلة. ليه بقى؟ to be a fine lady، هي البنت كانت لسه أول ما تبنتها كانت صغيرة في السن، لكن هي بقى عاوزة تكبرها to be، علشان تكون a fine lady يعني beautiful lady as a tool، وعاوزاها في إيديها كأداة as a tool to have her revenge، علشان تاخد طارها on من الرجال كلهم اللي هم ما لهمش ذنب في اللي حصل لها، هو واحد بس اللي خانها her fiancé. ستيلا would break men's hearts، ستيلا سوف تحطم قلوب الرجال for her، عشان خاطرها بس. طب ازاي بقى؟ ميس هافشام made ستيلا، اولا هي جعلتها ايه بقى؟ a cold girl، بنت cold باردة، no sensation no emotion، ما عندهاش اي عاطفة خالص ولا احساس بالاخرين. with a no heart، خلتها cold girl with a no heart، ما فيهاش قلب or sympathy او عاطفة. and مش عشان كده بقى ايه؟ promised her، عشان كده هي وعدتها all fortune، كل الثروة بتاعتها in her future، في المستقبل بتاع ستيلا. and be a fine lady، وانها تخليها fine lady، امرأة جميلة، by teaching her، بتعليمها. اخر حاجة نمبر 6 نكومنت why don't you cry. يا ترى مين قال الجملة ديت؟ طبعا اللي قالتها ستيلا تو بيب، فتقول له انت ليه؟ طب ما تعيطش ليه؟ عيط with a delayed voice قالت ستيلا الكلام دوت. بيب to keep on crying، قالت له استمر في العياط، استمر. تعالى نشوف questions and answers. number 1، what did Miss Havisham give Mr. Joe money for؟ What did Miss Havisham give أعطت مستر جو money for؟ ادت مستر جو فلوس لإيه يا ترى؟ She gave him 25 pounds، اديته 25 جنيه for Pip's apprenticeship، علشان الحرفة أو حرفة اللي هو يكون apprentice، يكون صبي عند مستر جو، عشان كده اديته 25 pounds. or طب إيه تاني؟ to make Pip an apprentice for him، دي إجابة تانية. number 2، Mrs. Joe was a greedy woman. Mrs. Joe ديت وضح إنها كانت greedy، امرأة طماعة جشعة ماديا. prove it. أول حاجة she took Pip's money which he made from other small jobs، كانت على طول بتاخد الفلوس اللي بيجيبها بيب من الشغل حتى الصغير خارج النطاق إن هو بيشتغل عند جوزها.
Number 2, she was upset. كانت متضايقة about marrying a poor blacksmith. إنها اتجوزت حداد فقير. She was pleased with money. كانت مبسوطة جدا جدا بالفلوس given by Miss Havisham to Mr. Joe. Number 3, Miss Havisham told Uncle Pumblechook that she needed a boy. Miss Havisham أخبرت مستر أو Uncle Pumblechook that she needed a boy. قالت له أنا عاوزة ولد to play in her house. يلعب في بيتها. But in fact لكن في الواقع her intention النية بتاعتها hid أخفت something else حاجة تانية. يعني هي عاوزة ولد عشان يلعب بس الحقيقة غير كده، هي عاوزة ولد عشان حاجة تانية. السؤال بقى clarify the above sentence. clarify يعني فسر أو حلل أو اشرح السبب الحقيقي. Miss Havisham had a depressing past. Miss Havisham ديت عندها depressing past ماضي محبط that led her هذا الماضي المحبط depressing led her قادها إلى think of revenging إنها to think of revenging تنتقم on men as her heart was broken by her fiancé حتى قلبها كان محطم بالفيانسي بتاعها who deceived her اللي هو خدعها. He didn't attend their wedding party ما حضرش اليوم الزفاف and swindled her of her money. يعني swindled احتال عليها نصب عليها of her money على فلوسها. السؤال الرابع Miss Havisham plotted بيب a conspiracy. plotted يعني عملت حيلة وعملت خطة أو مؤامرة ضد مين؟ بيب. طبعا السؤال بيقول illustrate وضح. هتلاقي تقريبا الإجابة نمبر 3 هي 5. describe Miss Havisham's house. أنا عاوز أوصف المنزل بتاع ميس هافيشام زي ما اتوصف قبل كده. نمبر 1 a large but ugly house. large but ugly يعني كبير لكن ugly وقح يعني مش نظيف. house with an untidy garden والحديقة بتاعته untidy غير مرتبة. نمبر 2 it was dark inside كان جوه ضلمة. only lighted كان منور بس by candles even in the day time حتى في وقت النهار برضو الكاندلز الشموع موجودة. curtains were always closed دايما الكرتنز الستاير دايما always closed دايما مقفولة. نمبر 3 it was full of spiders webs دايما مليء بنسيج العنكبوت mice فيران dirt and jealous والبؤس وعدم الفرحة. نمبر 6 do you think of being deceived necessitates to deceive. هل أنت تعتقد إن being deceived كونك اتخدعت necessitates هذا يتطلب بالضرورة to deceive إن أنت تخون. يعني أنت لو أنت خنت ده يتطلب منك إن أنت تخون أو تخدع. answer according to Miss Havisham's view. جاوب السؤال دوت بناء على وجهة نظر ميس هافيشام مش وجهة نظرك أنت. Miss Havisham was deceived by her fiancé. Miss Havisham was deceived خدعت by her fiancé بواسطة خطيبها. thus لهذا she made her mind deceive men. made her mind معناها قررت. الأسلوب دوت كله معناها made her mind قررت to deceive men إنها تخدع الرجال. to أيضا anyhow لكن على أي حال I think her decision أنا أعتقد إن قرارها دوت wasn't correct ما كانش سليم. one shouldn't blame other people. الشخص لا يجب أن يلوم other people ناس آخرين for mistakes weren't made by them هما مش مسؤولين عنها. number 7 Miss Havisham's life stopped at 8:40. حياة مس هافيشام توقفت عند الساعة 48 دقيقة. on her wedding day يوم الزفاف only she insisted on avenging لكن هي أصرت على الانتقام even after حتى لو بعد being an old woman حتى بعد ما أصبحت very old woman and nasty woman ومرات nasty أصبحت منظرها قبيح. do you agree with her. هل أنت متفق معها على الكلام دوت؟ no. she should have forgotten all about the matter. هي كان المفروض تنسى كل حاجة عن الموضوع ده especially خاصة يعني she was young and pretty في العمر ده اللي هو سابها فيه خطيبها كانت لسه young شابة pretty جميلة.
her broken soul and heart. قلبها المحطم وروحها soul يعني روحها المحطمة could find another right way. كان ممكن يجدوا way طريقة أو طريق آخر ويكون سليم to her life لحياتها. doubtless بلا شك she was completely mistaken. هي طبعا بالكامل كانت خطأ. 8. depression had a great impact on Miss Havisham. depression الإحباط had a great كان ليه impact تأثير عظيم جدا على ميس هافيشام. clarify وضح. since her life stopped منذ حياتها توقفت she left everything the same. سابت كل حاجة زي ما هي، زي ما شفنا كده في البيت، حتى ما نظفتش البيت، حتى حياتها نفسها هي ما كانتش بتخرج من البيت، كل حاجة توقفت حياتها، يعني كأنها ماتت يعني. since her life stopped she left everything the same. تركت كل شيء زي ما هو. the veil حتى veil اللي هو الطرحة بتاعت العروسة. wedding dress الفستان الزفاف. jewels حتى مجوهراتها. the wedding flowers الورد بتاع الفرح. her white shoes حتى الشوز الأبيض بتاعها. although all were white كل شيء اللي أنا قلته ده كان كله white in white كله كان أبيض. they became faded أصبحت faded يعني بلا ألوان، شاحب اللون. ugly منظرهم بقى قبيح. and pale شاحب اللون. she left wrinkles حتى بنفسها، هي نفسها كومن ما اهتمتش بنفسها. she left wrinkles تركت wrinkles spread on her face التجاعيد تنتشر على وشها. she became a figure أصبحت figure شخص شاحب with skin عندها جلد and bones جلد على العظم فقط، بقت هيكل عظم يعني. she never got out of her house ما خرجتش بره بيتها. عزيزي الطالب احنا كده خلصنا بالكامل. في طبعا في هوم ورك انت المفروض تعمله وهنتابع مع بعض في الهوم ورك دوت. عجبك الشرح اعمل لايك ما تنساش وسبسكرايب. ثانك يو.